السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو جديد برعاية دبس نفسك. كنت عارف ان انا المفروض انزل فيديوهات ومحتوى بقالي فترة كبيرة جدا، خاصة في بلاي ليست بنتيشن تيستنج بوت كامب اللي انا كنت بدأتها، بإذن الله تكمل على خير وفي الخطة طبعا. ولكن ولكن انا كان عندي فكرة جميلة بخصوص شرح الثغرات وشوية شطة كده في الموضوع، وكنت بفكر بس ومش بعملها وبأجلها. ف يعني قلت بقى خلاص، احنا الوقت يعني هتطلع بقى للنور بقى، واخد اول خطوه وادبس نفسي بان انا اعمل الانترو المختلف فيها. احنا مش هقولك تشرح لك البروكن اساس كنترول عامل ايه وكده، لكن خلينا نقول ان احنا هنذاكر سوا. بس البروكن اساس كنترول vulnerabilities هنذاكرها سوا. طب هنذاكرها ازاي؟ ايه المختلف؟ الطريقه مختلفه ان شاء الله. شويه شطه كده، مفاجآت مفاجآت مفاجآت. هيكون في الشرح بطريقه الستوري تيلينج، يعني وهيكون في شوية انيميشن بقى وحركات، يعني هتتفاجئوا، هدلعكم ان شاء الله. الفكرة لذيذة، يعني انا مش عايز احرق، بس خلينا نقول المحتوى هيكون عامل هيكون ايه الكونتنت نفسه، وبعد كده انتوا تشوفوا المحتوى بقى وشكل المحتوى باذن رب العالمين يتطور مع الوقت. فخلينا اول حاجة كده نبص، هنلاقي ان احنا هنعرف ايه هو الاكسس كنترول، هنتعرف يعني ايه اوثنتيكيشن وايه الفرق بينه وبين الاوثرايزيشن، ونتعرف برضو على حتة السيشن مانجمنت، ازاي يعني بتتنظم وكده. هنعرف يعني ايه سيشن، يعني ايه كوكي، واي تعريفات برضو خلال الرحله بتاعتنا نحتاجها، مثلا زي ال HTTP. الحاجات دي هنعرفها يعني اكيد مش بالتفصيل، لكن ناخد نبذه عنها. في حين اللي احنا مثلا محتاجين مثلا نعرف ال HTTP في حد معين، هنعرفه في الجلسه دي او في الفيديو ده بتاعه كده وبس. ولما نتطرق لحاجه تانية تخصه بتوسع اكتر نتوسع فيه اكتر، بس لو على قد مثلا الجزء ده، مثلا هيخش عندنا مثلا في الجي دبليو تي مثلا. الجي دبليو تي دي ثغراته ودنيته، فاحنا بس نعرف الكونسيبت بتاعه بس مش اكتر وقتها. يعني ايه يعني ايه جي دبليو تي، اللي هو الجيسون ويب توكن بيشتغل ازاي وكده بس ناخد نبذه عنه. لكن وقت الثغرات بتاعت الجي دبليو تي نتعمق براحتنا بقى وكده ونعيش بس. فده الهدف من السلسله اصلا، هي الاولانيه بتاعت penetration testing boot camp، باذن رب العالمين اللي هي تكمل، يعني ان شاء الله ربنا يكتب لها القبول وتكمل يعني. بس فاحنا نعرف السيشن والكوكي، وبعد كده ندخل على الجي دبليو تي نعرف هو ايه، ونيجي للجزء الاهم بقى قبل ما نبدا في البروكن اكسس كنترول. عايزين نعرف ايه هو الاكسس كنترول وايه بيشتغل ازاي وايه الدنيا بتاعته، ما وراء الكواليس بقى من ناحيه الباك اند وكده، ومن ناحيه ال- الشركه نفسها بتفكر ازاي وكده. بس هناخد برضو ايه هي التايبس، الانواع المختلفه للاكسس كنترول نفسه، اللي هو الفيرتيكال والهوريزونتال. ولو انت مش مستوعب الكلام ده يعني ايه، مش مشكله، هنعرفه وقتها. بس تبقى اديك كونسبت، يعني لو انت عارف الكلام ده هتقول ايه يختلف إيه؟ يعني مش انا عارفه. فان شاء الله هيكون بطريقه مميزه، وزي ما قلت شويه بقى ايه يعني، مش هحرق بس. نعرف التايبس بتاعتها، وبعد كده ندخل على الموديولز بقى، المودلز يعني وكده، اللي هي الرول بيزد اكسس كنترول، والاتريبيوت بيزد اكسس كنترول، والديكشنري اكسس كنترول، والمانداتوري اكسس كنترول. الحاجات دي هنعرفها بقى بطريقه لذيذه موت، بجد بجد بجد. يعني تعرف مثلا ايه، هتشوف كده الحاجات دي متمثله قدامك باي شكل انيميشن وحركات ان شاء الله رب العالمين يعني وكده، وهتثبت المعلومه في دماغك. انا بشوف من وجهه نظري ان الموضوع ده ال الافكار بتثبت بالصور وبالرسم، والحاجات دي بتثبت اسرع كتير جدا. فان شاء الله هنعمل كده، ويعني مجهود، فربنا يعني يدينا الصحة والوقت وكده ونعملها بإذن الله. بس وهندخل على بعد كده البروكن اكسس كنترول بقى نفسه بقى. يعني احنا خلاص عرفنا الاكسس كنترول، وعرفنا ازاي بيشتغل، وعرفنا ايه الانواع بتاعته، عرفنا الموديل بتاعته. وكمان في نقطة بإذن رب العالمين، واحنا بنعرف الموديل والحاجات دي، وعرفنا بشكل نظري وبشكل انيميشن وحاجات وحركات وشقلباظات، احنا برضو هناخد شوية كود. يعني مثلا لما نرجع كده للرول بيزد اكسس كنترول، احنا هنكتب يعني اكواد بسيطة، يعني سنيبتس كده من الاكواد ان احنا نكتبها او نبص عليها
بحيث نبقى فاهمين الحاجات دي ازاي شغاله يعني ازاي في الكود اصلا، يعني بتبقى موجوده ازاي، عشان لما نيجي نكسرها برضو نبقى عارفين احنا هنكسر ايه. يعني احنا نكسر الاكسس كنترول ده، نبقى عارفين اصلا هو شغال ازاي في الخلفيه او في الباك اند شغال ازاي. بس فنعرف برضو الانواع بتاعه البروكن اكسس كنترول، يعني اللي احنا عرفناه في الاول الاكسس كنترول بقى ازاي نكسره بقى، ان احنا ازاي نبريك ده، نبريك مثلا بطريق الفيرتيكال والهوريزونتال وهكذا بباقي الانواع يعني. بس فبرضو هندور على الفولنربيلتيز ازاي، وازاي نعمل اكسبلويت. دي برضو هيحل اللابات بقى بتاع بورتا سويجر. وبرضو زي ما قلت احنا لو احتاجنا برضو توضيح في اللابات بتاعت بورتا سويجر بطريقة انيميشن، بطريقة فيها ستوري تيلينج ايا كان، وفي فرصة ان احنا نوصل المعلومة كده، احنا عايزين نشرب الموضوع بإذن رب العالمين يعني. فهنعمل كده بس. وهناخد سنيبتس برضو لأكواد مصابة، وازاي نطلعها منها. يعني انت في كود مصاب هنا، ازاي نطلع الايه الثغرة من الكود المصاب ده. يعني احنا نحاول سوا، احنا زي ما قلنا كده في الاول السلايد احنا نذاكر سوا. بس في الاخر برضو خالص باذن رب العالمين هنشوف ان احنا ازاي نحمي نفسنا من ثغرات البروكن اساس كنترول برضو، وده هيكون من خلال كود سنيبتس باذن الله. فانت لو وصلت لحد هنا فشكرا ليك. باذن رب العالمين في اقرب وقت هيكون ينزل اول فيديو، والفيديوهات هتكون يعني كتيرة بإذن الله، بس كل جزء على حدة عشان المجهود وكده والاستمرارية. يعني هتلاقي إن شاء الله مثلا التايبس بتاعت البروجرام اكسس كنترول دي أنا ممكن أنزل كل فيديو لوحده عادي، عشان يكون الموضوع مفصل وبراحتنا يعني وكده. بس فلو عجبتك الفكرة اكتب في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي وتدعي لي